اهلا اهلا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جيت لكم فيديو جديد. بقالي كذا يوم ما نزلتش فيديو. طبعا طلعلكم ببجامتي. كنت لسه هنا صاحيه من النوم وقلت بقى ايه ان انا اعمل قهوه عشان افوق. الفيديو ده متصور يوم الجمعه وانا بمنتجه السبت وهنزله لحد. شفت اجتهاد اكتر من كده. فقلت بقى ايه، لازم افوق نفسي لان احنا طبعا سهرنا يوم الخميس، كنت لازم اصحى بدري الجمعة عشان ننزل بعد الصلاة على طول. فجبت مكنة القهوة. طبعا انا بقى ايه فكرة الفشخرة الكدابة اللي هو ان انا اروح اجيب مكنة قهوة ب2000 جنيه عشان اعمل قهوة. طب ما انا ممكن اجيبها ب100 جنيه وب200 جنيه وهتعمل لي احلى وش في الدنيا. فالفشخرة الكدابة بقى بتاعت مكنة تورنيدو مش عارف ايه، ما بحبش الشغل ده. دي انا جايباها من رنين ب100 جنيه، وبتقضي الغرض وبتعمل وش واحلى قهوة ودنيتها تمام. فالمهم صحيت بقى. طبعا هو غلط ان انا اشرب قهوة على الريق، انا عارفة كده كويس جدا. بس الفكرة كلها ان انا كنت عايزة افوق لان زي ما قلت لكم نايمة متأخر. فكنت عايزة حاجة ايه تصحصحني يعني. فقلت اشرب القهوة ونبتدي بقى نشوف اليوم فيه ايه. الفيديو النهاردة حلو قوي 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 قوي، هيعجبكم. اشتريت بقى حاجة كان نفسي فيها، انتوا هتعرفوا اصلا من العنوان. نزلت رنين اشتريت الاير فراير وتوستر وحاجات كده، وعملت شوية شوبينج للبيت. حاولت على قد ما اقدر ان انا اجيب حاجات مش مقاطعة. آه، فهتشوفوا يعني في الفيديو. هنا بقى كنت بوريكم التوستر ده انا جربته حلو قوي. زي ما قلت لكم انا شارياه بقالي شويه يعني. فجربت فيه كذا حاجه. هو ماركه مش معروفه، ماركه اسمها سونوفير. لسه نازله جديده، هي مش مصريه اصلا، بس في حد واخد التوكيل بتاعها وبيجيبها يعني من بره وبيبيعها هنا يعني. فاللي هو المندوب اللي هو بتاع رنين ده قال لي ان الماركه دي حلوه وكده، وانا ما كنتش عايزه اللي فيها وافل صراحه، عشان احنا ملناش في الوافل قوي. كنت عايزه اكتر ساندوتش ميكر يعني. طبعا جبت هنا القلايه، جبتها مينتا. انا بحب اصلا ماركه مينتا. كان قدامي كذا حاجه. كان قدامي سوكاني وكان قدامي الصنوفير دي برضو في منها برضو قلايه. وكان قدامي بلاك اند ديكر بس كانت غاليه قوي، كانت عامله 8 وهي اصلا 7 كيلو. دي 4 لتر يعني. 4 لتر و2 يعني. المهم ان هو قال لي انها بتكفي 6 افراد. فانا حسيت احنا 3 اصلا، فحسيت ان الموضوع بالنسبه لي حلو. وما كنتش عايزه اجيبها تاتش لان انا عندي صحابي كتير عندهم تاتش باظ حتى لو ماركات كويسه. فكنت عايزه اجيبها بكر بصراحه. فهنا في البكره بتاعه الحراره والبكره بتاعه التايمر، وهي الحله بتاعتها حلوه مش وحشه. معاها المصفى دي. يعني وهي من تحت تيفال طبعا. فعجبني قوي مساحتها، حسيتها كويسه وهتنفعني. زي ما قلت لكم انا خطوه الاير فراير كانت بالنسبه لي مهمه جدا 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 عشان موضوع الاكل. انا بتعذب في موضوع الفرن بياخد وقت كبير على ما يسخن. طبعا الاير فراير يعني ينفع يتعمل فيها اكلات كتير جدا 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 فوق ما تتخيلوا يعني. مش مقتصره بس على البطاطس والبانيه والحاجات اللي بتتقلي في الزيت والستريبس والحاجات دي. لا، بيتعمل فيها حاجات كتير قوي هنعملها مع بعض الفتره الجايه. عايزه اقول لكم هدلعكم بالاير فراير وهوريكم وصفات حلوه قوي قوي قوي. لان انا قبل ما اشتريها قعدت اشوف هي بتعمل ايه بحيث ان انا ما احطش فلوسي في حاجه. هتسالوني طب الاير فراير دي بكام؟ الاير فراير دي كان نازل عليها عرض. بصوا انا مش عارفه، مش فاكره بالظبط هي نزلت كانت كام وكانت كام في الاول. انا جايباها ب4400. هي كانت كام بقى؟ لا مش فاكره صراحه او ما خدتش بالي يعني. فحسيتها كويسه، وانا اصلا عندي الخلاط بتاعي مينتا فحلو جدا، وانا اصلا بحب الماركه دي وخدمه ما بعد البيع ما عندهم كويسه قوي. فاتكلت على الله. كنت هجيب سوكاني صراحه اللي هي على شكل فرن دي، يعني هبقى احط لكم صورتها لو عندي يعني ما مسحتهاش. بس حسيت ان انا مش محتاجه فرن، انا عايزه مايكرويف، عايزه قصدي قلايه. فبس فاشتريتها الحمد لله. هنا بقى نزلت اشتريت شويه حاجات للبيت. دي منتجات وزاره الزراعه. انا بحب منتجات وزاره الزراعه قوي. جبت منهم عسل وجبت منهم صلصه كيس قلت اجربه، وجبت منهم سمنه بلدي هم اللي عاملينها يعني. جبتها قبل كده وبرضو عجبتني. وجبت من عندهم ورق عنب. انا بحب الورق عنب ده بصراحه. بحس الورق كله بيبقى شبه بعض
وجبت من عندهم زيتون صغير ده، وجبت زيت زيتون بكر، بحب برضو زيت الزيتون من عندهم وهينفعني الفترة الجاية عشان الاير فراير. حاجتهم حلوة بصراحة. ده الحاجات اللي انا جبتها، والعصاير اللي هي دي حلوة قوي ومش مقاطعة طبعا. حاولت على قد ما اقدر ان انا احاول ما اجيبش حاجات مقاطعة. جبت اوكسي وجبت فيبا، ده كان نازل عليه عرض، الاتنين كانوا ب110. اوكسي ده كان ب135 او ب150 تقريبا، كان 2 كيلو ونص. وجبت دوت ملمع الزجاج بتاع بريكس. وجبت كلوريل بدل كلوريكس طبعا. وجبت فاميليا، دي كانت عليها عرض، كان الستة ب55. وجبت طبعا التوست ده عشان التوستر بقى والكلام ده، قلت يعني اجربه. وجبت اليوسف نسكويك، وجبت بن بعوف. فنزلت كده عملت شوية شوبينج كده، وحاولت زي ما قلت لكم ان انا ابعد عن اي حاجة فيها مقاطعة. لسه مرستش على النسكافيه صراحة، عشان كده مشتريتش، بس غالبا يعني في واحد في دماغي كده هرس عليه. هنا بقى كنت بفضي الفيبا في العلبة بتاعته. انا بيعجبني فيبا، بس انا عندي مشكلة معاه ان هو بينشف الايد قوي، يعني لازم بعديه على طول كريم مرطب، يعني لازم بعديه. فانا عندي مشكلة معاه ان هو بينشف الايد. بس هو في الرغاوي وكده والنظافة بصراحة حلو يعني. هو كان ريحة ليمون وريحة تفاح، الاتنين كانوا عاملين 110. فقلت بصراحة عرض حلو. فطبعا كانت المناديل خلصانة، فقلت الحمد لله ان انا جبت فاميليا حلوة ومش حلوة، بس على سعرها حلوة يعني، على النستة ب55 حلوة طبعا. هنا بقى كنت بفضي البن. انا بشرب بن سادة فاتح، ما اشربوش بقى محاج ولا الكلام ده. المقص ده تلم تلامة مش عادية، مع اني لسه شارياه، بس تلم قوي وما عجبنيش. كنت هقول لكم هنا بقى قلت اجرب البطاطس. فجبت طبعا انا كنت اشتريت البخاخه، واشتريت الورق اللي بيتحط في القلايه عشان ما وسخاش وكده. بس انا عندي مشكله مع الورق ده، او انا مش عارفه. هجربه في الفرايز اللي هي الفرايز العاديه، مش بتاعه البيت يعني. ان البطاطس لزقت، فانا مش عارفه ده بسبب الورق ولا بسبب ان انا كنت معليه درجه الحراره. بس هي مكتوب ان البطاطس بتتسوى على درجه حراره 200، وبتاخد من 10 ل20 دقيقه. تمام. فانا عملت زي ما هم قالوا، مع ان الراجل وانا بشتريها قال لي ما يعني ما تمشيش بالظبط على الكلام المكتوب، انتي اختبري القلايه، يعني مثلا اعملي البطاطس مره زي ما هو كاتبين، انتي بعد كده مع الاستخدام هتقللي وتزودي درجه الحراره او السوى، يعني التايمر، على حسب ما انتي شفتي هي خدت وقت قد ايه. فهنا انا كنت بظبط التايمر وبظبط درجه الحراره. هي بالظبط عملتها على 200 وخدت بالظبط 25 دقيقة. هما كاتبين من 15 ل30، فهي لا خدت 25 دقيقة بالظبط. فاول بقى ما هي كانت البطاطس بتستوي، قلت كنت جايبة دقيق وكده، فقلت رحت يعني عند العطار، فجبت دقيق وجبت بهارات كانت ناقصاني وكده. فانا بالنسبة لي البطاطس لزقت، يعني هي استوت وكل حاجة وتحفة ومقرمشة وطعمها رهيب، بس الفكرة ان البطاطس لزقت، فمش عارفة ده بسبب ايه. فهنا بقى كنت جايبة كيلو بانيه، فقلت هتبله برضو واعمله في القلاية عشان اختبرها برضو يعني. قلت اشوف الدنيا بتاعتها تبلته، حطيت ملح وفلفل وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر ومستردة. المستردة كانت مخليها في حتة تانية. وجبت لها بقسماط، جبت لها كريسبي كده من عند العطار، كيس يعني كان محطوط، اشتريته برضو. كانت طعمها تحفة ومقرمشة، بس كنت حاسة انها نشفت شوية. فطبعا مع الاستخدام هقول لكم نعمل درجة الحرارة قد ايه والكلام ده، بس لما استخدمها اكتر وافهمها. هو الراجل وانا بشتريها منه قال لي حبي قلايتك تحبك، فقعدت اضحك اللي هو ده يعني مش فاهمة. قال لي القلاية بتعمل كل حاجة، كل ما تتخيلي انت ممكن تعملي فيها رز، بس بيعتمد ان انت تبقي عارفة درجة التسوية والنار وايه اللي بيحتاج درجة حرارة عالية. قال لي عامليها معاملة الفرن. فانا قلت ان انا هعمل كده فعلا. فهو قال لي لما تيجي تعملي فيها البانيه اضغطي البانيه جامد، وعشان طبقة الكريسبي اللي عليه ما تفكش، وعشان ما يعملش مية ولا الكلام ده. وقال لي لما اجي اعمل البطاطس زي ما شفتوا كده في الاول، لازم انشف البطاطس من اي مية عشان القلاية ما تعملش بخار. اي حاجة بتتغسل
زي الخضار مثلا، الخضار لازم يتنشف قبل ما يتحط في القلاية عشان ما يطلعش بخار. ولازم قال لي برضو في الاول لازم اسخن القلاية على الاقل من 2 ل3 دقايق. فانا هنا مش عارفة بقى العيب في الورق بتاع الزبدة ده ولا العيب في القلاية. هي طالعة مستوية وكل حاجة ودنيتها تمام ومقرمشة وكل حاجة، بس في حاجات لزقت. فانا قلت ايه، هجرب البانيه من غير ورق يعني. وهو قال لي غلطة انا غلطتها هنا، قال لي ما ترشيش الزيت جوه القلاية، قال لي رشي بره، يعني عايزه اي حاجه عايزه دينيه بره. بس انا عشان كنت مستعجله فرشيت من جوه، بس اللي بعد كده لا عملتهم من بره عادي. انا بالنسبه لي المجمل هي حلوه جدا وصحيه جدا، ونفس يعني مش نفس طعم الزيت طبعا بس صحيه اكتر يعني. حبيتها وطلعت لي البانيه رهيب بجد، عجبني جدا مع التتبيله طبعا اللي انا قلت لكم عليها. طبعا حطيت البانيه وقلت بقى هنا ايه اشطب شويه الحلل والحاجات، كانت من امبارح مطرح ما عملت اكل وكده. فقلت ايه بقى اشطبه، يعني اشطب المطبخ عشان ايه وانا واقفه، لان هي كده كده تاخد وقت. الفراخ خدت 25 دقيقه او 30 دقيقه، فقلت ايه استغل الوقت ده يعني. عندي مشكله بقى مع البوتاجاز بتاعي ان هو بيسود الحلل. جبت ناس كتير، ولما جبت الشركه والكلام ده بتاعت يوديون اير قال لي مفيش عيب في العيون. طب هما الحلل بتاعتي بتهبب ليه؟ يعني ايه الفكره انها تهبب؟ مش عارفه، مع ان اختي عندها نفس البوتاجاز بنفس الماركه بكل حاجه، كنا شارينه يعني لما اتجوزنا مع بعض. بوتاجازها ما بيهببش، فمش عارفه العيب في مين. بيقولي الفونيات ما فيهاش حاجه. فبرضه الموضوع ده مضايقني جدا، كنت عايزه اشتري بوتاجاز جديد بس الاسعار ايه ده في ايه. انا اللي خلاني اخد خطوه القلايه ان انا اشتريها دلوقتي، ان انا لما كنت بتفرج قبل ما اشتري الراجل قال لي ان الاسعار كمان شهر قبل رمضان هترفع جدا جدا، والحاجه مثلا اللي ب4 هتبقى ب10. فقال لي اللي عايز يشتري حاجه يشتري الحاجه قبل رمضان. فده اللي خلاني ان انا اخد الخطوه ان انا لازم اجيب القلايه دلوقتي. وحسيت ان سعرها مناسب، يعني 400 حلو جدا على قلايه وماركه معروفه اللي هي مينتا. فطبعا بلاك اند ديكر كانت ب9 تقريبا، بس انا ما كانش معايا البادجت دي طبعا. هنا بقى ايه، قلت اقلبه على الناحية التانية، يعني كان فات نص الوقت. فهو قال لي لما يفوت نص الوقت تقلبي على الناحية التانية عشان ايه برضو ايه يستوي. فكنت بقلبه على الناحية التانية. زي ما بقول لكم درجة الحرارة كانت 180 واستوت ب25 دقيقة او 28 دقيقة. هو كاتبين ان هي بتاخد ممكن لحد 30 دقيقة، لا بس هي ما خدتش 30 دقيقة صراحة. لسه بقى هعمل فيها دبابيس الفراخ او الفراخ الكاملة، يعني لسه هجربها فيها وهعملها معاكم وهقول لكم برضو طلعت ايه دنيتها، عشان انا متشوقة قوي ان انا اعمل فيها الفراخ. عايزة اشوف الفراخ هتطلع جوسي ولا هتطلع ناشفة ولا هتطلع دنيتها ايه. هنا بقى قلت ايه ان انا عايزة اطلع، خلاص عايزة احط دول واطلع دول. انا مش عارفة برضو، مش عارفة الكمية اللي انا حطاها دي قليلة ولا كتير، برضو مع الاستخدام هعرف. بس بصولي بقى يا جماعة على شكل الفراخ، بصوا طالعة لونها عامل ازاي، رهيبة والمقرمشة. الزيت اصلا بيطري الحاجة، هي لا مش مطرية. طبق الكريسبي من بره كريسبي زي ما هي. بصوا بقى اللون عامل ازاي وما فكش طبعا، لان هو بقول لكم قال لي اضغطي عليها قبل ما تحطيها. طالعة رهيبة وما فكتش ولا اي حاجة. فخلاص بقى يعني انا هعتمدها الفترة الجاية وهتبقى من اهم الاجهزة في البيت.